في واحد غبي سمع ان في نضاره اللي يلبسها يشوف الناس كلها من غير هدوم. المهم بقى اللي وراه واللي قدامه وسافر علشان يشتريها، وهو راجع بقى لابسها ومبسوط وعمال يتفرج على الناس. المهم وصل البيت لقى مراته ومعاها راجل غريب والاتنين من غير هدوم، فقام قلع النضاره لقاهم برضه من غير هدوم. مراته راحت جري عليه وقالت له سامحني، راح مديها بالرجل وقال لها استني اما اشوف ام النضاره دي علقت ليه. في راجل ومراته ساكنين جنب شريط القطر، كل ما القطر يعدي يوقع لهم الدولاب. الست اخر ما زهقت راحت جايبه نجار وطلبت منه يصلح لها الدولاب. النجار بعد ما صلحه اختبر لها الدولاب وقال لها بقى سليم. قالت له لا خش جوه ولما القطر يعدي هتعرف العيب فين. وفعلا النجار دخل الدولاب، وبعد شويه جوزها رجع من الشغل، جه يطلع هدوم من الدولاب ويغير اتفاجئ بالنجار في وشه. زعق له وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له لو حلفت لك 100 يمين اني مستني القطر مش هتصدقني. في شاب بعد ما صلى الفجر شاف ناس بيحاولوا يركبوا الجاموسه العربيه والجاموسه مش عايزه تركب، فراح لهم وقال لهم خير يا جماعه في ايه؟ قالوا له الجاموسه مش عايزه تركب العربيه. فراح الشاب مقرب من الجاموسه وحسس على راسها وقال لها اطلعي، وطلعت. كل الناس بقت واقفه في حاله ذهول وقالوا الله اكبر. المهم الشاب روح البيت لقى امه بتصوت وعماله تعيط، فقال لها خير يا ماما في ايه؟ قالت له الجاموسه بتاعتنا اتسرقت. الشاب سمع كده مات على نفسه من الضحك، هي تعيط وهو يضحك. راحت امه رزعاه بالقلم وقالت له انت بتضحك على ايه؟ قال لها اصل الجاموسه عرفتني وانا ما عرفتهاش. واحده قاعده مع صاحبتها وعمالين يرغوا، قالت لها انت ازاي قدرتي تسيطري على جوزك وتخليه ما يسهرش بره البيت؟ قالت لها بسيطه، عملت له قانون في البيت ان كل يوم البوس هيبدا الساعه 9 سواء موجود او مش موجود. واحد راح للدكتور وقال له يا دكتور انا حاسس ان مراتي ما بتسمعش كويس. الدكتور قال له كلمها من على بعد 5 متر ولو ما سمعتش يبقى فعلا سماعها تقيل. المهم الراجل روح ودخل من باب الشقه وكانت هي في المطبخ، فقال لها جرب دلوقتي. وراح قال لها حبيبتي عامله اكل ايه النهارده؟ ما ردتش عليه. فراح مقرب متر تاني وقال لها حبيبتي عامله اكل ايه النهارده؟ برضه ما ردتش عليه. الراجل فضل يقرب لحد ما بقى بينه وبينها 30 سم، وقال لها حبيبتي عامله اكل ايه النهارده؟ قالت له يا راجل دي 5 مرات اقول لك صينيه بطاطا. في واحد عربيته اتسرقت، تاني يوم لقاها موجوده مكانها ومغسوله، فبيفتح العربيه لقى رساله مكتوب فيها انا اسف جدا مراتي كانت بتولد وما عنديش عربيه وخدت عربيتها، واتمنى تقبل عزومتي وتيجي تشوف فيلم في السينما كاعتذار مني وتعويض، والتذاكر اللي في الظرف دي ليك ولاسرتك. الراجل بعد ما قرا الظرف عينه دمعت وقال الدنيا لسه بخير. في تاني يوم خد اسرته وراحوا السينما ودخلوا الفيلم. الراجل بعد ما خلص الفيلم وروح البيت لقى البيت كله مسروق، فبيبص بالصدفه لقى ظرف مكتوب جواه يا رب يكون الفيلم عجبك. في راجل راكب قطر وقاعد قدامه واحده وبترضع ابنها، فالست بتحاول ترضع ابنها وبتقول له ارضع يا حماده، وحماده مش عايز يرضع. فالراجل اللي قدامها بقى مركز في الموضوع والست عماله تنقل حماده من هنا لهنا وحماده مش عايز يرضع. فالست اخر ما زهقت قالت له هترضع يا حماده ولا ادي لعمه؟ الراجل سمع كده والموضوع كبر في دماغه. المهم الحوار فضل على كده لحد ما القطر وصل سيدي جابر. فالست قالت للراجل بعد اذنك بس عشان نازله هنا. الراجل اتعصب وقال الله يخرب بيتك يا حماده، ولا انت رضعت ولا انا نزلت طنط. في واحد اتفاجئ ان مراته بعد 4 شهور ونص من جوازه مخلفه، فقال لها هقتلك. قالت له افهمك انا متجوزاك بقى قد ايه؟ قال لها 4 شهور ونص. قالت له وانت بقى متجوزني بقالك قد ايه؟ قال لها 4 شهور ونص برضه. قالت له يبقى المجموع 9 شهور. قال لها يا بنت الايه كنت هظلمك. في واحد ماشي في الشارع لقى طابور طويل قوي، فراح سأل اخر واحد وقال له انت واقف في الطابور ده ليه؟ قال له والله ما اعرفش انا شفت اللي قدامي واقف ووقفت وراه. فراح سأل اللي قدامه برضه جاوبه نفس الاجابه، وفضل يسأل ويسمع نفس الاجابه لحد ما وصل لاول واحد وراح سأله نفس السؤال. قال له والله انا كنت واقف اربط رباط جزمتي لقيتهم وقفوا ورايا. قال له يا عم طيب بعد ما ربطت رباط وخلصت ليه فضلت واقف؟ قال له انت مجنون عايزني امشي بعد ما بقيت اول واحد في الطابور؟ في راجل بخيل قال لابنه ايه رايك نفرح بيه؟ ابنه قال له مستحيل ازاي اتجوز وانا مش شغال؟ ابوه قال له ما تقلقش هجوزك بنت وزير الماليه. قال له اذا كان كده انا موافق. المهم الاب راح لوزير الماليه وقال له جايين نخطب بنتك لابني. الوزير رفض على طول، فالاب قال له ثواني بس ابني شغال موظف في البنك المركزي اداره النقد الاجنبي. الوزير قال له ما شاء الله انا موافق. الاب راح واخد بعضه بعديها وراح لرئيس البنك المركزي وقال له عايزين نشغل ابني في اداره النقد الاجنبي. الرئيس قال له مستحيل. قال له ثواني بس ابني بعد يومين هيتجوز بنت وزير الماليه وانت معزوم وكمان هتشهد على عقد الجواز. رئيس البنك قال له يا راجل عيب تعزمنا على فرح ابنه وموظفه. راجل متجوز 2 وفي مره كان قاعد عطشان وعايز يشرب، فراح باعت مراته الثانيه احتراما لمراته الاولى. فلما الثانيه راحت تجيب له ميه الاولى راحت له وقالت له ما كلنا بنعرف يا اخويا نجيب ميه، ولا يعني عشان عايزه تفضل تروح وتيجي قدامك وتفضل متنح لها وهي ماشيه؟ ولما الثانيه رجعت له بالميه قالت له انا جبت الميه اهو. خلصت بقى السر اللي كنت مطرقني عشان تقوله لها؟ الراجل قال لهم يا ريتني فضلت عطشان لحد ما يجي لي جفاف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
في طالب مؤذي بس فنان في الرسم. المهم الطالب ده رسم باب مفتوح على سور المدرسه. المدير وهو داخل بعربيته لبس في السور، جاله غيبوبه ودوه المستشفى. فبعد ما فاق من الغيبوبه قال لهم لازم تجيبوا لي ابو الولد ده. قالوا له ابو الولد اصلا في الاوضه اللي جنبك. المدير راح قايم وراح لابو الولد عشان يشتكي له، وقال له ابنك رسم لي باب على سور المدرسه وسبب لي غيبوبه. ابوه قال له احمد ربنا، ده الحيوان رسم لي شفايف امه على فيشه الكهرباء. واحد راح يشتري ضمير فسأل البياع وقال له بكام الضمير؟ قال له الضمير الألماني ب 5000، والضمير الياباني ب 10,000، الضمير الأمريكي ب 70,000، الضمير العربي بقى ب 100,000. الراجل استغرب وقال له طب ليه الضمير العربي أغلى ضمير؟ قال له عشان عمره ما اشتغل، يعني لسه بكرتون. راجل عنده 70 سنه قاعد مع مراته وقال لها اسمعي يا وليه، انت دلوقتي كبرت وبقيتي عامله زي العربيه اللي فاتت موديل 75، وانا نفسي بصراحه في بنت صغيره زي المرسيدس. مراته قالت له دي هتقدر تسوق ولا هتجيب لها سواق؟ الراجل سمع الكلمتين دول اتخنق وجات له ازمه قلبيه وودوه على المستشفى. فبعد ما اسعفوه الدكتور قال له ايه اللي حصل لك؟ قال له خبطتني عربيه فيات ربنا ياخدها. كان في زرافه وفيل واسد وثعلب وفار كانوا ماشيين في الغابه ووقعوا كلهم في حفره كبيره الا الزرافه. فقالوا لها جيب لنا حبل. الزرافه قالت لهم مفيش. قالوا لها احنا جعانين عايزين ناكل. قالت لهم ما اعرفش اجيب لكم اكل. قالوا لها طب والعمل؟ الزرافه قالت لهم كلوا اضعف واحد فيكم. راح الفار نط من مكانه مفزوع قال لهم اللي هيقرب من الاسد هيعرف شغله. الحمار والثعلب اختلفوا على لون البرسيم. الحمار يقول لون البرسيم اصفر والثعلب يقول لون اخضر. اخر ما زهقوا راحوا على ملك الغابه عشان يحكم بينهم. فملك الغابه حكم على الثعلب بالسجن شهر وبراءه الحمار. فالثعلب ما عجبوش الحكم وقال للاسد هو مش لون البرسيم اخضر؟ قال له ايوه. قال له طب ليه حكمت عليا وانا ما غلطتش؟ الاسد قال له انت صحيح ما غلطتش بس غلطت لما جدلت الراجل حب يحتفل بعيد ميلاد مراته ال40. فالمهم الراجل راح واخد بعضه وراح محل الحلويات ووصاهم على تورته كبيره وقال لهم يكتبوا عليها صحيح كبرتي بس حلويتي. فالمهم قبل العيد ميلاد بساعات صاحب محل الحلويات اتصل على الراجل عشان يساله هيكتب الجمله ازاي وايه هي الالوان المطلوبه. فالراجل قال له اكتب لي كلمه صحيح كبرتي من فوق باللون الازرق، واكتب لي كلمه بس حلويتي من تحت باللون الابيض. فالمهم العيد ميلاد ابتدى والناس كلها اتجمعت علشان يفتحوا التورته. اول ما فتحوا التورته الناس كلها ماتت على نفسها من الضحك والست اغمى عليها علشان عامل الحلويات كان كاتب على التورته صحيح كبرت من فوق بس حلوتي من تحت. في مدير قال للموظف بتاعه شايف الحمار اللي هناك ده؟ قال له اه ماله؟ قال له روح له خليه يضحك واديك زياده في المرتب. راح الموظف فعلا للحمار وخلاه يضحك. فالمدير اتحداه اكتر وقال له روح له خليه يعيط واديك ضعف المرتب. وفعلا الموظف راح وخلاه يعيط. المدير قال له اخر طلب خليه يهرب وهرقيه. وفعلا الموظف راح وخلى الحمار يهرب. المدير بقى مستغرب وقال له بص انا هرقيه وهديك ضعف المرتب مرتين بس قول لي انت اقنعته ازاي؟ قال له يا سياده المدير اول مره قلت للحمار انا شغال موظف فضحك، في تاني مره قلت له ان مرتبي $100 في الشهر فعيط، في تالت مره قلت له ايه رايك بقى تتوظف مكاني فهرب. في واحد مصري راكب طياره وقعدت جنبه بنت حلوه قوي اجنبيه شويه، والبنت قالت له طلع كل اللي معاك وبالاخص تليفونك والا هصوت واجيب لك الشرطه واقول لهم انك بتتحرش بيا. المصري راح مشغل دماغه وراح مطلع ورقه من جيبه وكتب عليها انا اخرس واطرش وما بسمعش فاكتبي كل اللي انت عايزاه هنا عشان افهمك. البنت وقعت في المصيده وراحت كاتبه اللي هي عايزاه، راح هو واخد منها الورقه وحطها في جيبه. بعد كده قال لها تصرخي تصوتي اعملي اللي انت عايزاه، دليل براءتي في جيبي وبخط ايدي. لسه ما اتخلقش اللي يضحك على واحد مصري.